اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ونجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اعمل لكم وصفه القرنبيط، سهله وبسيطه ان شاء الله. هعملها بطريقتين. نفس هيكون مقلي برضو، بس يعني ايه، نص القرنبيطايه هحط لها المكونات اللي انا هوريها لكم دلوقتي، والنص التاني هضيف عليها حاجه بسيطه بس. دلوقتي انا بجيب القرنبيط وبغسله كويس وبقطعه، وبحط في المية شوية ملح، شوية كمون، ومعلقة سكر. معلش المقطع ده راح مني. وبعد كده بسقط القرنبيط. كده انا كنت حطيت الجزء النص القرنبيطاي الاولاني، ودلوقتي بحط النص الايه التاني، بسويها حوالي 3/4 سوا كده. وقلت برضو كده اعمل شوية بطاطس بغسلها وبقشرها وبقطعها بالطول كده وهي لسه نية، وبسقطها في مية وملح برضو. وجبة سريعة كده وسهلة. انا بصراحة عملت وجبات كتير، وبس يعني لسه ما منتجتهاش وانزلها، معلش اعذروني يعني. دي كده بس قلت اما انزل وصفة القرنبيط الاول والبطاطس دي، وبعد كده ان شاء الله ايه، مش هتأخر عليكم تاني ان شاء الله في الفيديوهات. دي كده المية والملح والكمون عشان اسلق البطاطس. برضو بسلقها حوالي 3/4 سوا، عشان هسقطها في نفس التتبيلة بتاعت القرنبيط، واشتغل عليها الاول قلي، وبعد كده ايه، قلي القرنبيط. كده بنزل حوالي 1.5 كوب دقيق. هنا بقى بصي، إيه يعني ايه، حطي مكونات براحتك. يعني هنا عايزة تحطي شوية نشا وبيكنج باودر حطي. مش عايزة زي ما انا هعملها كده بالتتبيلة بتاعت والدتي بتاعت زمان، براحتك برضو. ده كده انا حطيت معلقة سكر، وحطيت شوية شطة صغيرة، شوية بابريكا، شوية ملح، شوية كمون، شوية فلفل اسود علشان خاطر البيض. وسهلي الدنيا على نفسك. بتحطي المية قد ايه براحتك، على حسب العجينة ما تت ما تندمج معاكي. يعني كده انا قلبت المكونات اهي. وهنا في حاجة كمان، لو انت عايزة تنزلي بلبن بدل المية، برضه دي ترجع لك. عايزة تنزلي بنص مية ونص لبن، براحتك. انا هعملها بصراحة بمية، بستكفي بمعلقة السكر اللي بتخلي العجينة طعمها كريمي كده. هو بص، بنزل المية واحدة واحدة، مش بنزلها مرة واحدة. ما تنسيش ان البيض ده سوائل، فما تصبريش لما تخلي العجينة خفيفة وبعد كده تحط البيض. في نص كمية المية كده تروحي نازلة بالبيض بتاعك. هنا أنا نزلت ببيضتين كبار، وقلبت برضو كله جامد كده مع بعضه. وهتحتاج شوية مية صغيرة. أنا عايزة العجينة لما احطها على البطاطس او على القرنبيط ما تقعش من عليها.
خليها سايلة كده زي عجينة ايه، يعني اخف شوية من عجينة الكيكة. اقعدي بقى قلبي كده. احنا كده بصي، لغاية دلوقتي انا ولا حطيت فص الثوم المدقوق ولا قرن الفلفل المدقوق برضو، عشان في من عيالي بيحب ريحة الثوم والفلفل في العجينة، وفي تاني ما بيحبش ريحة الثوم والفلفل، فانا برضي الطرفين يعني. وهنا برضو عايزة تحطي معلقة كركم او مش معلقة، يعني حبة صغيرة كده يلونوا العجينة براحتك. انا عندي لون زعفران، بودرة زعفران، هحط شوية عشان يدي للعجينة لون حلو كده. وزي ما بقولك، العجينة ممكن تعملي فيها اللي انت عايزاه. في ناس بتحب تحط شبت، في ناس بتحب تحط بقدونس مفروم، في ناس بتحب تبشر طماطمايه، براحتك. اللي انت بتحبيه حطيه جوه العجينة دي. كده انا سلقت القرنبيط 3/4 سوا، وتقطعي حتة حلوة كده، يعني ايه، محملة شوية. وحاجة حلوة برضو كده لما بتكوني قبل ما تسقطيها في العجينة، هوريكي دلوقتي، تدوسي عليها ببطن ايدك كده ضغطة بسيطة، تدوسي دوسة بحيث ان هي ما تفرطش منك. انا كان ممكن ان انا على طول بعمل الحركة دي في قلب الطاسة، بس طبعا انا اقدر اعمل كده وايدي تستحمل، انت ما تعرفيش. هنا بقى بص، انا حطيت فص الثوم وال والقرن الفلفل المدقوق. بصي، بتدكي دكة بسيطة كده ببطن ايدك عشان تفرديها، ما تبقاش مكلكعة كده وحتة عاملة زي آه، تخينة كده وسميكة يعني. ده كده المقطع ده انا كنت لسه ما حطيتش قرن الفلفل والثوم، هو معلش المقطع ده التاني جه قبل المقطع ده اللي هو فيه الثوم والفلفل، انما لا، انا عملت هنا الاول، حتى تلاقوا العجينة كتير هنا. قليت اللي من غير ثوم وفلفل. حطيت الاول اهو البطاطس في نفس العجينة. واظبطي بقى الملح بتاعك كده، دوقي الملح قبل ما تحطي البيض. نزلت انا بس البطاطس الاول المسلوقة 3/4 سوا في قلب الزيت السخن. هنا الطاسة كان طايلها شوية مية، فكنت مغطياها، قلت ايه، تطلع المية اللي فيها الاول، وحطيت حتة قماش على جنب خدت المية من على الغطا ونشفت من الزيت. معلومة يعني على الماشي كده، للي بتقع منها الزيت بيقع فيها في مية وما بتبقاش عارفة تتصرف ازاي. غطي الطاسة بتاعت الزيت اللي وقع فيها مية دي شوية بس كده، وحطي غطا كبير اكبر من الحلة او الطاسة اللي انت بتقلي فيها، عشان البخار بتاع المية يطلع من الجنب ينزل بقى على حتة المطبخ او على حتة نظيفة لغاية ما يبطل طرطشة في الزيت. كده انا بقى بحط البطاطس الاول قبل ما بقلي القرنبيط. بصي طالعة مقرمشة وجميلة ازاي. تشيلي برضو الطاسة اللي انت بتطلعي منها البطاطس او القرنبيط، الفتاويل اللي نازلة دي تشيليها، ما تسيبهاش، عشان دي مرة مع مرة وانت بتنزلي البطاطس او القرنبيط هتتحرق، فبلاش، شيليها اول باول. بنزل بقى بكمية البطاطس التانية. بصي العجينة ثابتة على البطاطساية، ما بتنزلش. كده خلاص انا نشلت برضو البطاطس، قلت بقى انزل بايه،
بالقرنبيط. متمليش الطاسة قوي، على قد ما الطاسة تاخد كده واقلي. طبعا انا قليت بقى ايه 3 طاسات كده بعد البطاطس. تصبري لما الوش يحمر من الناحية دي ما تجيش جنبه، وتروحي قلبيه على الوش الناحية التانية، تاكلي احلى قرنبيط بتاع والدتي بقى ووالدتك، ربنا يمدهم بالعمر، او لو متوفين ربنا يرحمهم. ما تنسونيش بقى حبايبي تدعموني بالاشتراك في القناة وتحطوا لي لايك، ولو انت جديدة في القناة لف لفة فيها كده اهوت يمكن يعجبك المحتوى بتاعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.